بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله بقى النهاردة فيديو كده روتين كله نشاط وحيوية وطاقة ايجابية. اول حاجة بقى هفضي ترابيزة المطبخ بتاعتي دي، فيها شوية مواعين نضيفة وشوية حاجات كده هتروح مكانها زي طبق القشطة وحاجات تانية. بعد كده هندخل بقى نغسل المواعين، والنهاردة الفيديو هيكون المواعين من الاول للاخر عشان اوريك المواعين قد ايه بيكون كتير، بردك بسيطر عليها وبنغسلها. والروتين بتاعنا كله شغل وكله شوية حاجات كده مشجعة، وان شاء الله الفيديو يعجبك. تابع الفيديو للاخر. اول حاجة هنا هعملها زي ما انتوا شايفين، روقت ترابيزة المطبخ. عندي كمان ازازة الزيت بتاعتي فاضية هملاها، ولو ازازة الخل فاضية هحط فيها، وهمسح الرخامة بتاعتي عشان ممكن استخدمها احط يعني عليها المواعين اللي انا هغسلها. عندي كمية مواعين كبيرة، طبعا كنت عاملة اكل وكان فيها اكل في التلاجة، فلميت بقى كل الحاجة اللي مش محتاجاه خلاص، واللي حلو خليته. وكمان اشيل بقى بتاع الدورة بتاعة الفشار، وهمسح الترابيزة مسحة نضيفة كده عشان نستعدها للمواعين النضيفة. اسفة بقى على صوتي، والله انا بقالي اسبوع عايزة امنتج الفيديو ده، بس للأسف صوتي تعبان خالص، وكمان عندي كحة ملازماني مش راضية تروح مني، وخدت حاجات كتير ومش عارفة اعمل ايه. يلا بقى نخش على المواعين بقلب جامد. هنا انا سرعتلك الفيديو عشان ما يبقاش تقيل عليكي، في نفس الوقت عايزة اوريكي قد ايه ما بتبقى كمية مواعين كبيرة تقدري تغسليها من غير ما تزهقي او تتعبي. طبعا اول حاجة لازم كده نذكر الله وصلي على الرسول. طول ما انت واقفة كده اشغلي نفسك في اي حاجة، يعني تذكري الله، تفتكري حاجة كده، عايزة تفكري في أكلة، عايزة تفكري في حاجة، في موضوع في دماغك عايزة ترتبيله. كل ده ممكن وانتي بتغسلي المواعين تفكري فيه. عندك عزومة، عايزة تجيبي مشتريات للبيت، عايزة تنظمي أسبوع للمطبخ. كل ده ممكن لو انتي بتغسلي المواعين وكميتها كبيرة ومش قادرة، او انتي متضايقة، او اللي احنا بنبات فيه بنسبح فيه. وهو بصوا، يعني سبحان الله، المطبخ ده الحاجة الوحيدة اللي عمرك ما هتقولي انا خلصته. يعني حتى وانتي لسه مخلصاه وغسله المواعين ومسحاه وكنساه وطبخه وكل حاجة، بتبصي تلاقي ان انتي وانتي خارجة يعني حاسه ان هو برضك ايه، لسه ناقصه حاجات. فهو دايما المطبخ ده انا ملوش حد يسأل عليه. يعني بصوا، قاعد لنا للمواعين، وقاعد لنا كده للاكل، وقاعد لنا للغسيل، لان انا طبعا الغسيل عندي الغسالة في المطبخ. فدايما وانا واقفه في المطبخ كل حاجه تخص المطبخ بعملها. بصوا هنا لو لاحظتوا انا غسلت الحوض الاول قبل ما ارجع المواعين النظيفه. كل مره هتشوفوا معايا نفس الحكايه، بغسل المواعين الوسخه قبل ما احطها تاني عشان اشطفها، بغسل الحوض. يعني مش غسيل، يعني بمشي فيه السفنجه في نفس الوقت علشان خاطر المواعين النظيفه بتاعتي ما تتوسخش وما تبقاش لو في دهون ولا حاجه في الحوض تيجي فيها. بصوا ترتيبي، انا غسلت الكوبايات والاطباق، وبعد كده المعالق والحاجات البلاستيكات دي. وهتشوفوا بقى كده كمان كنت عامله بالليل فشار واطباق بقى وسلاطين وحاجات بلاستيك، كل ده هغسله الاول قبل ما اخش على دعيك الحلل. اخر حاجه بعملها هي الحلل. بصوا هنا انا برضك دي تاني مره اغسل الحوض قبل ما ارجع المواعين النظيفه. دايما خلي نفسك مرتبه، الحاجه تخلص معاكي بسرعه وما ترجعيش تعيدي عليها تاني. طب ايه المواعين دي كلها يا مريحة سايباها ليه؟ والله المواعين دي مش هي يا دوبك بس بتاع العشاء. يعني انا كنت هنا لسه صاحية، يعني يا دوبك كوباية الشاي، ودي كلها كانت مواعين العشاء والسهرة واللازم منه، ما قدرتش بالليل اغسلها. بص هنا عايزه اقولك على حاجه، شوفوا هنا اطباق الفشار بتبقى مليانه زيت، مهما بتغسليها بتحسي فيها زيت. عشان تخلصي منها من اول غسله، حته لهلوبه كده صغيره على السفنجه او على الليفه او على السلكه وتغسلي بيها. صدقيني بصي هتلاقي الاطباق اصلا كده بتزيق من اول غسله. طبعا هنا الصوت عشان انا كاتماه، كنت عايزه اوريك يعني بصي قد ايه الاطباق بتبقى نظيفه ومن اول غسله. نرجع لموضوعنا. ليه المواعين سايباها كل ده؟ لا والله انا مش سايباها ولا حاجه. المواعين دي مواعين يوم، مواعين يوم، يعني دي مواعين العشاء، اتعشينا ودوت اللي طلع من العشاء والفطار.
فهي يا دوبك بقى ما فضيت بقى الحلل وكان الصواني وكنت عامله الاكل. وعايزه اقولك ان انا يعني انا هنا في اليوم ده كده ان انا متكله ان انا عندي اكل. هتشوفوا بقى اللي هيحصل. زوجي هيجي. الصينيه دي بتاعت الفراخ، ان انا بعمل الفراخ لما بكون هعمل اليومين مش بعملها في الفرن مره واحده، لا بخليها مسلوقه وتاني يوم بقول بدل ما اسخنها لا ادخلها تتحمر وتحس ان هي كده صبحه وتحس ان طعمها حلو. هتشوفوا بقى على ضميري ان انا بقى واقفه بكل ثقه وعماله اغسل في المواعين واقفه بروقان بال. جوزي بقى هيجي يقول لي لا انا عايز ملوخيه، لا انا عايز الفراخ بصوص التوم، لا انا مش هاكل رز بايت انا عايز رز صابح. يعني اعتبر بصي بقى عملت رز وعملت ملوخيه وعملت الفراخ بصوص التوم، يعني كده اكني طبخت. يعني ايه الفرق؟ ان عندي شويه الفاصوليا ما علينا طبعا طلباتهم اوامر. غسلت المواعين وهغسل البوتاجاز وهعمل اللي انا قلت لكم عليه ده كله. طب كل ده مواعين سايباها؟ والله دي مواعين زي ما قلت لكم من بالليل، بس ما قدرتش اكمل المطبخ بالليل. يعني كنت طول النهار بعمل في الشقه وروقت صبنت الحمام وروقت، يعني روتين اليوم اللي انتوا كل ست بيت عارفاه. فحطيت الغدا اتغدينا، وبعد ما اتغدينا حصل لي بقى بص خمول تام. لو جدع قوميني من مكاني، يعني ما قمتش. ما قدرتش الصراحه اعمل اي حاجه. فقلت بقى مش اشكال، يعني قمت عملت الفشار ده الساعه 1 بالليل بالعافيه. هنا بقى بصوا البوتاجاز بتاعي انا بغسله، قلت اغسله بقى انا عندي اكل يعني مش هيتوسخ. قلت بقى خلاص بقى انا كده كده عندي الاكل بتاعنا مش هحتاج ان انا يعني ابهدله ولا حاجه، هغسله بالمره. فبالطبع بعد غسلته، وبعد ما غسلته زي ما قلت لكم اتفاجئت بقى. بصوا بقى هنا شويه الخل بيخلوا الاستانلس بيلمع ازاي وجميل. وهنا كمان غيرت العلبه بتاعتي، شلت الكيس اللي فيه القمامه ورميته وحطيت كيس نضيف. هنا بقى هغسل الحوض الغسله اللي هي تمام بالسلكه. وكده خلاص بالنسبه لي البوتاجاز بالحوض بالمواعين بالرخامه كله خلص. يعني يعتبر ناقص المطبخ عشان يتشطب يتكنس ويتمسح. طبعا هنا في الوقت ده انا كنت كنسته وخلاص ومسحت. حبيت بقى اعمل الملوخيه. هنا كان زوجي جه وقال لي اعملي كذا وكذا زي ما حكيت لكم. الملوخيه الناشفه بقى علشان خاطر تعمليها وتطلع معاكي ليها عرق لازم تعملي الخطوه دي، ان انت تحطي الملوخيه تحطي عليها حبه شوربه وتدعكيهم كده تبقى زي الملوخيه الخضراء، وتركنيها اهم حاجه تغطيها عشان انت لو ما غطيتهاش هتسود. نيجي بقى هنا للصوص بتاع الفراخ. دي كميه التوم، يعني عايزه اقول لكم ان انا عشان ما كانش عندي توم والتوم ب40 جنيه بقى، فقلت له لا انت هتخلص لي التوم كده. قال لي لا طب حبه توم صغيرين. قلت له خلاص من عيني. شايفين يعني كميه التوم اللي انا عاملاها دي المفروض ان انا كنت اعمل قدها مرتين. هي الفراخ دي التوم بتاعها بيبقى كتير بالشكل ده. تحطي كميه سمنه معتبره وشويه توم حلوين كده، يعني نص كيلو توم لو فرختين يعني. وتحطي بقى بعد ما بتحمر تحطي الشوربه. انا مره كنت عاملاها معاكم بس من زمان قوي، يعني كنت لسه فاتحه القناه. ونحط كبشتين الشوربه وهنحط بقى الفراخ بتاعتنا عشان تاخد طبقه كده ايه، يعني نقدر نقول ايه صفر خفيف كده مع الصوص ده، يعني ايه تتحمر وفي نفس الوقت تشرب من الصوص ده. خلص كميه الفراخ اللي معايا دي، وبعد كده برصها في صينيه، وكل لما التوم بتاعي هينشف احط عليه شوربه. يعني لو اخدتوا بالكم في اللقطه اللي فاتت ان التوم كان بدأ ينشف من حروف. هنا كنت خلصت كل كميه الفراخ وفضل شويه التوم دول، بتحط عليهم حبه شوربه وتدلقيهم على الصينيه كلها وبتدخليها الفرن. بس الفرن بتاعك ده لازم أن يكون سخن، يعني انا مولعاه من اول ما بدأت احمر في الفراخ. الاكله دي يا جماعه دمار شامل، اكله صعيدي صعيدي صعيدي. يعني بصوا انت تاكليها من هنا وتقولي ايه فين السرير من هنا على طول. يعني الله يرحمها خالتي هي اللي كانت معلمانا الاكله دي، ومن ساعه ما جوزي دقها وهو على طول يقول لي انا نفسي بقى اكل الفراخ بالثوم. طبعا مش بعملها كتير، هي زي ما اقول يعني مؤذيه، يعني اكله هي حلوه بس مؤذيه قوي يعني قوي يعني. فجربوها هتعجبكم قوي في الطعم، بس هي الصراحه دمار شامل.
هعمل بقى هنا شويه رز سخنين. بصوا بقى منظر الفراخ بعد ما طلع من الفرن، يعني بصوا بتتكلم على نفسها. بصوا هنا انتوا شايفين ايه؟ شكلي بس، لكن والله العظيم هي ريحة طعم شكل من كل النواحي تحفة تحفة تحفة. بس زي ما قلت لكم عايزة قلب جامد كده يقدر ياكل منها. بالنسبة لي انا ما بجيش جنب الصوص ولا الجلد ولا اي حاجة. انا باخد الصدر بتاعي واشيل منه كل الكلام ده، وهم بقى بيعيشوا في الصينية. جيبوا عيش بقى، ويا سلام لو عيش بيتي، يعني هي كمان لو بعيش بيتي بتبقى احسن بكتير. هعمل بقى هنا كده الملوخية، وبكده بقى خلاص. انا حاسه ان الفيديو بتاعنا طول عليكم، فانا بقى هنا زي ما انتوا بقى كده شفتوا رز وملوخيه وفاصوليا بايته وفراخ. فلو عجبك بقى الفيديو متنسينيش الاعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبك في الله ولا اله الا الله. اشوفك ان شاء الله الفيديو اللي جاي، ودعاءكم ليا لاني تعبانه والله بجد، مش عارفه الكحه مش قادره منها خالص. فمتنسوش في الدعاء. اتمنى ان الفيديو عجبكم، وحطوا بقى لايك كتير وشيروا الفيديو عشان القناه تكبر بيكم. احبكم في الله ولا اله الا الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.